واشن عمرك تساءلتي شنو كيدير العقل ديالكي ملكة تنعس؟ واشن الأحلام مجرد تخيلات ولا عندها معنى أعمى؟ العلماء بقاوي سنين طويلة كيقلبوا على الجواب، واليوم غادي نكتشف شنو كيقع في المخ ديال الإنسان ملك ينعس، وشنو الدور الحقيقي ديال الأحلام في حياتنا. من كتسالي النهار وكتسد عينيك الجسم ديالك كيدخل في مرحلة راحة، ولكن العجب الكبير هو أن العقل ما كينعس، بالعكس كيبقى يخدم بطريقة غريبة بزراف. فهذه اللحظات كيبدأ الدماغ ينظم المعلومات لتجمعات في النهار وكيدير بحال تنظيف للذاكرة، وهنا تبدأ الرحلة ديال الأحلام. العلماء لقوا أن الإنسان كيدخل مراحل مختلفة في النوم، ولكن المرحلة اللي كتوقع فيها الأحلام كيسميوها مرحلة النوم العميق أو رام. فهذه اللحظة العينين كيتحرك بسرعة، لكن الجسم كامل كيبقى ساكن بحال إلا مشلول. العقل هنا كيدير سيناريوهات معقدة كيعيد بناء صور، أصوات ومشاعر من الذاكرة، وكيجمعهم بطريقة غريبة ما كتشبهش الواقع. واشن عرفت شنو السبب؟ الدماغ عنده جزء اسميته القشرة البصرية، هذه كتخلق الصور، وجزء آخر كيصاوب الأصوات، وجزء ثالث كينسق الأحداث. ولكن ملك ينعس الإنسان هذه الأجزاء كيتخدم بلا منطق واضح، وهذا الشيء اللي كيعطي ذاك الخيال الغريب ديال الأحلام. مثلا كتلقى راسك كتطير ولا كتجري وما تقدرش تحرك رجليك، ولا كتشوف ناس ميتين كيهدروا معك. هذه المشاهد كلها كينتجها الدماغ، ولكن بلا تحكم ديال العقل الواعي. يعني العقل الباطن هو اللي كيدير الفيلم كامل، والعقل الواعي كيبقى يتفرج. العقل الباطن هو السيد الخفي اللي كيتحكم في الأحلام. هذا العقل كيسجل كل حاجة وقعات في حياته، المواقف، الخوف، الحزن، وحتى الأمنية. ملك تنعس كيبدأ يفرغ ذاك الضغط بطريقة رمزية، بحال فيلم فيه رسائل مستترة. مثلا إلا كانت تخاف من شيء حاجة في الحياة الواقعية، ممكن تحلم أنك كتطيح من بلاسة عالية. ولا إلا كانت متقلق من شيء شخص، ممكن تحلم أنك كتقاتل معه أو كتجري عليه. العلماء كيقولوا أن الأحلام عندها دور نفسي مهم بزرف، كتخلي العقل يرتاح وكتعاونك تفهم مشاعرك بطريقة غير مباشرة. كاين حتى بعض الناس اللي كيقدروا يتحكموا في الأحلام ديالهم، وهذه الظاهرة كيسميوها الحلم الواعي أو لوسيد دريمينج، يعني كتعرف راسك كتحلم وكتقرر شنو تدير داخل الحلم. تقدر تطير، تزور بلايس، أو حتى تواجه خوفك. هذا الناس كيتدروا على هذه القدرة.